اهلا وسهلا فيك معنا. اهلا بك. اهلا وسهلا فيك. غدا تواجهون غريم تقليدي لكم في نهائيات الدوري، هذه المره على كاس الابطال. نعم، نادي الهلال الشقيق. رايك في هذه المواجهه مع نادي الهلال الشقيق؟ والله متعودين دائما نتواجه مع نادي الهلال منذ سنوات بعيده، وان شاء الله بكره حظنا اوفر باذن الله. ايش معنى اوفر كابتن؟ لانه الحقيقه اللاعبين متحمسين مرتاحين، عندهم نوع من الارتياح النفسي، وبعدين لو لعبوا بروح الاتحاد ما في ولا فريق يوقف قدامهم. انا متعود من فتره رئاستي وقبلها وبعدها انه الاتحادين لو لعبوا بروح وشعار الاتحاد ما في فريق يوقف قدامهم اطلاقا. حتى الهلال؟ حتى الهلال طبعا. حتى في وضع الهلال الفني اللي الكل يجمع على جاهزيته؟ والله مهما كان جاهز فالاتحاد جاهز. طيب استاذ طلعت، ما كان ينقص الاتحاد هو الروح؟ من بعد البطولة الآسيوية اللي كان ينقص الاتحاد هو الروح؟ والله روح ينقص الروح، روح الاتحاد لو كانت موجودة في الملعب مع اللعيبة بديهم دافع كبير جدا جدا جدا، حتى لو في نقص في اللاعبين. طيب عندك توقعات استاذ طلعت للقاء الغد؟ تتوقع المباراة نتيجة؟ والله انا اشوف انه ان شاء الله نادي الاتحاد يكون ان شاء الله يتشرف بحصول على كاس خادم الحرمين الشريفين بفارق يمكن جون او اثنين باذن الله. طيب عن استعداداتكم كعضو شرف ستكون متواجد في استاد الملك فهد؟ ان شاء الله ان شاء الله، لانه ما نسيب الاتحادين اطلاقا، وكل اعضاء الشرف قلوبهم وجماهير نادي الاتحاد كلهم قلوبهم مع ان شاء الله فريقهم باذن الله. طبعا نقول لك بالعاميه بيض الله وجهك كعضو شرف وايضا كاعضاء شرف للفريق الاتحادي الحضور ودعم الفريق الاتحادي المشارك في هذه المباراه مع شقيقه الفريق الهلالي، وهذا ايضا شيء غير مستغرب على الهلاليين كاعضاء شرف بالتواجد في هذه المناسبه الكبيره. الاستاذ طلعت لامي عضو شرف نادي الاتحاد، شكرا جزيلا لك للمشاركه معنا في هذه المشاركه الهاتفيه. كابتن